اسمي سمينة. من يوم كنت صغيرة جدا زوجوني لرجال كبير. ذاك اليوم كنت فاقدة الوعي، ومن غيبوبتي ودوني بيت زوجي. ولما صحيت لقيته هو نفسه الرجال اللي كان يلمس جسمي. خفت منه وقلت له: عمو، تكفى خليني. بس ما سمع لي ولا كان يبغى يسمع. هو بس كان يبغى يسوي اللي في راسه بدون رحمة. كنت أصرخ من الألم، ولما طاحت عيني على الشرشف حسيت الدنيا تدور حولي وانهرت من الصدمة. ورجعت فقدت الوعي. أنا من عائلة فقيرة جدا، من قرية صغيرة في بنجاب. قصتي تبدأ من هناك. إحنا كنا بنتين، وأمي دايما مريضة. ليوفرها كان خربان وما كان في أمل كثير إنها تعيش. أبوي كان فقير، ما عنده حتى فلوس نأكل في بعض الأيام. كنا نروح للمزارع نلقط بطاطس وباذنجان ونسلقهم ونعيش عليهم. ومع الوقت تعب أمي زاد ووديناها دلهي. الدكاترة أعطوها أدوية تخفف، لكن ما كان فيه علاج. لفينا كل مكان، ما خلينا باب إلا وطرقناه، والأقارب كلهم سندوا أبوابهم. أبوي كان يبيع سمبوسة بعربية صغيرة، واللي يجي منها نعيش عليه. رجعنا من دلهي لقريتنا وأيامنا تمشي بصعوبة. مرت الأيام، وفي يوم جت جارتنا وقالت إنها لقت عريس لأختي الكبيرة. أمي فرحت إنها تشوف بنتها تتزوج قبل ما تموت، وأبويا كان خايف من مصاريف الزواج، لكنه وافق آخر شيء. قالت الجارة إن أهل العريس مستعجلين ويبغون الزواج خلال 4 أيام بس. أبوي استدان فلوس وسوى الترتيبات، وجاء يوم الزفاف. كنت فرحانة أركض بين الناس وألعب، أفكر إن أختي بتتزوج اليوم. لكن صارت المفاجأة، شفت دخول مو واحد، 2. استغربت ورحت لأختي وقلت: ليش في 2 عرسان؟ ضحكت وقالت: يا مجنونة، واحد بس، الثاني يمكن ضيف. بعدها جت الجارة ومسكتني وحطتني جنب العريس الثاني. قلت لها باستغراب وخوف: ليش؟ إيش تسوين؟ قالت: أنتي بعد بتتزوجين اليوم، ما قالوا لك؟ انهار كل شيء في لحظة. ما فهمت، ما استوعبت. تركت يدها ورحت أبكي عند أبوي. بابا، ليش؟ زواج؟ مو زواج أختي. ليش تقولون إني بتزوج؟ وأبوي ما رفع راسه ولا قدر حتى يطالعني. قلت لأبوي وأنا أبكي: بابا، صدق اللي تقولونه صحيح؟ قال أبوي بصوت مكسور: إيه يا بنتي، اليوم بعد زواجك، هذه ظروفي وما أقدر أرفض. أمك بعد كانت تبغى كذا، وهي تدري إنك أنتي وأختك بتزوجون اليوم. سامحيني يا بنتي، وسوي هالشي عشاني وعشان أمك. أنا ما كنت أقدر أشوف دمعة أبوي، بقلبي انكسر. رفعت راسي وقلت له: طيب بابا، خلاص أنا موافقة. رحت وجلست جنب العريس وأنا ساكتة وقلبي يرتجف. وفي يوم العرس صحت أمي ساءت كثير، ودوها المستشفى بسرعة وقالوا إنها جاها هجوم قوي على القلب. كانت دايما تفكر فينا، في مستقبلنا، ويمكن هذا اللي كسر قلبها. أنا كنت ألهو وألعب بعرائسي، ما كنت أروح مدرسة. حياتي كانت لعب بس. أختي الكبيرة كانت مسؤولة، كانت تساعد أمي. جاء يوم زواجنا وتزوجنا إحنا الاثنين، وتمت وداعتنا من البيت. أنا حتى ما أدري كيف طلعت من بيت أهلي ولا كيف وصلت بيت زوجي، لأني فقدت الوعي بعد الزواج. بعد 5 ساعات صحيت. مم. ولما فتحت عيني وشفت أختي جنبي حسيت شوية أمان. في بيت الزوج كان موجود زوجي وزوج أختي، وحماي أختي تحملت كل شغل البيت، وأنا كنت طفلة ألعب بس. لكن زوجي كان يطالعني بنظرات غريبة، نظرات تخوف، وكنت كل مرة أركض عند أختي. ومرت الأيام ومرت الشهور، وجسمي تغير ودورتي نزلت لأول مرة. وبعد أسبوع لما انتهت جاءوا وزينوني مثل العروس وحطوني في غرفة. جلست على السرير أرتجف، ولما شفته يدخل علي قلبي طاح من الخوف. كان رجال قوي وعريض وصوته يخوف. قعد جنبي ومد إيده على وجهي ومسح على شعري. أنا ارتعبت وقلت: عمو، تكفى، خليني. صرخ بوجهي وقال: أنا ما بعمك، أنا زوجك. قلت بخوف: طيب بس لا تلمسني كذا، ما أحب. ضحك ساخرا وقال: يا مجنونة، أنت زوجتي وما تدرين وش يصير بين الزوج وزوجته، وأنا اليوم بعلمك. قرب مني وحضني غصب، وأنا أقول له: تكفى، خليني أحس بألم، ما أبي. بس هو ما سمع ولا اهتم بكلامي، وتصرف معي بوحشية طول الليل. كنت أبكي وأتألم وما أحد يسمع. الصبح دخلت أختي علي ولمتني من السرير وغسلتني ولبستني وقالت: ارتاحي وأنا بسوي لك أكل. جابت لي الأكل
وأنا آكل وأنا أبكي. وبعدين نمت، قمت مفزوعة أقول لأختي ديدي تكفى، لا تتركيني، ذاك الرجال بيرجع، هو يخوف، سوى فيني شي غلط. مسحت دموعي وقالت هدي ياسمينة، كل شي بتصلح، بتصيرين بخير وبتلعبين مثل أول، لا تخافين، أنا معك، أنا جنبك. وراحت تطبخ وتركتني أنام مرة شهر، وفجأة صرت أرجع وأدوخ لين طحت في وسط الحوش. ركضت حماتي وأختي عندي وجابوا الدكتورة تفحصني. بعد الفحص قالت البنت حامل. أنا ما فهمت ولا كلمة، أنا ما كنت أعرف وش يعني حامل ولا وش يصير ولا وش القصد. بس في نفس اليوم جاء أبوي، وجهه كان منور وهو يقول أمكم طابت؟ صحتها رجعت الحمد لله. كنت خايفة يسمع إني حامل ويزعل، لكن الحمد لله أمي طابت، وهذا هو الشيء الوحيد اللي فرحني شوي. لكن حياتي كنت أحس إنها انتهت، لأني مربوطة مع رجل ما بيني وبينه أي تفاهم. وبعد فترة اكتشفت إن زوجي متزوج قبل أنا ما كنت أفهم هالأمور ولا أعرف معنى إن الرجل له زوجة ثانية. قلت بيني وبين نفسي هو له زوجة؟ طيب وأنا؟ أنا زوجته بعد، خلاص نصيبي كذا. ومرت الشهور بدأ بطني يكبر، خفت. رحت لحماتي وقلت يما ليه بطني كذا؟ وش فيني؟ قالت لي بهدوء عادي يا بنتي ارتاحي، كله بيكون تمام. رحت لأختي، حتى هي ما كانت تفهم كتير، بس قالت اسمعي ياسمينة، الحمل يعني إن في طفل صغير جوا بطنك وانت بتولدينه. سكت وانقبض قلبي. رجعت غرفتي وجلست أفكر، وفجأة دخل زوجي وقال بصوت بارد اسمعي جهزي أغراضك، أنا ما عاد أبغاك، أنا بعيش مع زوجتي الأولى، هي اللي أحبها. زواجنا كان بس عشان أهلك يبغونك ترتبطين بواحد من القرية، بس أنا ما أقدر أكمل معك. رجفت، ما كنت أقدر أتنفس. قلت في نفسي شلون؟ وأبوي صرف كل اللي يملك واستلف عشان زواجنا، لو تركني أبوي يموت من القهر، وش يصير فيي أنا وفي طفلي؟ ركضت أبكي عند حماتي وسلفي، وكانت أختي موجودة. قلت وأنا أرتجف شوفي شكي، شوفوا وش يقول، يبي يطلقني. حزنت حماتي. وقف سلفي ينصح زوجي ويقول له عيب عليك، هذه زوجتك وأم ولدك، ما يصير تتركها، هي بنت زينة وما صدر منها شيء. لكن زوجي ما كان يسمع، قلبه قاسي. وفجأة جاني ألم قوي، جاني دوار، وصرت أتنفس بصعوبة. نقلوني للمستشفى، ومن مستشفى لمستشفى، والدكاترة يقولون الخطر كبير، ما نقدر ننقذ إلا واحد، الأم أو الطفل. وكانوا يلومون زوجي بصوت عالي ليش تزوجت واحدة صغيرة كذا؟ كيف نولدها؟ الوضع خطير جدا. سلفي قال للدكتور أنقذوا الطفل، الأم نلقى غيرها لكن الولد لا. وأزواجي وقع على الأوراق بدون تفكير، لكن برحمة ربي أنا والطفل طلعنا بخير. جاء أبوي وأمي للمستشفى، وزوجي سلمني لهم وقال خلوها عندكم. مرت الشهور، ولما صار الطفل عمره 3 شهور رجع زوجي، ما سلم ولا سأل، مد يده وخطف الطفل من حضني وقال أنا ما بقى عايشة معك، الولد بيروح لزوجتي الأولى، هي اللي تربيه. وراح وخذ طفلي معه وتركني مكسورة. رجع أبوي ولقيته ينتظرني أبكي وأنهار. قلت له كل شيء وأمي تبكي جنبي. مسح أبوي دموعي وقال يا بنتي لا تخافين، أهل زوجك ناس متعلمين، يمكن زعلانين منك وبيهدون، روحي لهم وكلميهم، يمكن يرجعونك، أكيد بيرجعون. وأخذني البيت زوجي ووقفني عند الباب، ثم قال لي يا روحي وحاولي تنقذين بيتك. قال لي أبي هذه الأمور ما هي من شغلك، لا تتكلمين فيها، شوفي لك كيف تحافظين على بيتك من الخراب، وتحملين وصبرين عشان أهل زوجك، خليك ساكتة وتحملي. قلت له طيب يا بابا، مع أني كنت صغيرة مرة والعمر كله قدامي، لكني كنت أواجه مصايب أكبر من عمري، وأنا في هالعمر الصغير صرت أم، وأنا ما بعد فهمت الدنيا. حسيت أني انولدت من جديد يوم شلت طفلي على صدري، يوم عرفت وش يعني كلمة أم. لما وصلت بيت زوجي دخلت غرفتي على طول ورحت لطفلي، حضنته بقوة لصدر قلبي. وفجأة دخل زوجي الغرفة، قفل الباب وأخذ طفلي من يدي ورماه على السرير وبدأ يضربني. سحب الحزام وجلدني به، جلد جسمي كله حتى أماكن حساسة مراحمها. كنت أصرخ من الوجع، أرتجف وطيح ودور أحد ينقذني. برا أبوي يطق الباب ويقول له يفتح، وأختي تصيح وتبكي، وأنا أضم يدي وأتوسل له أرجوك لا تتركني، علشان طفلي، ما عطنا فرصة، خلنا بس نعيش في ركن واحد من البيت، بس لا تفصلني عن ولدي. لكنه كان قاسي، ما رحم قلبي ولا ضعفي.
سحبني من شعري ورماني برا البيت. طلعت وأنا أبكي، أجرى خطاي وأنا ألوم نفسي وحظي وفكر أموت أرتاح، لكن حتى الموت ما رضى يأخذني. أختي بعد ما تحملت الظلم اللي شافته علي تركت البيت وجتني. رحت للشرطة، ما أحد سمعني. رحت للمحكمة وقلت للقاضي كل شيء وطلبت حقي، لكن القاضي قال لي شوفي لا ترفعين قضية، الرجال غني وبيكسب مهما صار، انتي فقيرة وما عندك أحد يدعمك، الأفضل تعيشين معه وتتفاهمون. تجمد جسمي، حسيت إن روحي انخنقت. قلت له يا سعادة القاضي، اللي تبيه قلته، بس أنا ما أقدر أعيش مع هالإنسان، أبي ولدي، رجع لي ولدي بس. قال لي القاضي ما تقدرين تاخذين الطفل، الطفل يروح لأبوه، انتي عمرك 13 سنة وما يسلم لك إلا إذا صرتي 18. بكيت، توسلت، مسكت يد القاضي، أرجوك بأي طريقة رجع لي طفلي. قال حاول، بس لازم تدبرين مبلغ 1,000,000. جمعت المبلغ، قرضات، بعت وانسحبت من روحي وجمعت 1,000,000 وأعطيته القاضي. لكن شوفوا الحظ، خسرت القضية وأخذ زوجي الطفل. رحت له، ركعت عند رجوله، مسكت يده أبكي وأقول أرجوك أعطيني ولدي، بيموت، يحتاجني، هو صغير. لكن قلبه كان حجر، ما ترقب لطفل مذاق حنان أمه. القاضي عاد وقال لو كنت 18 سنة كان أعطيتك الطفل، ولكنك صغيرة وما تقدرين تتحملين مسؤوليته. وقعت، غبت عن الدنيا، أمي وأبوي حملوني للبيت. صحيت وأنا أدور طفلي، أصيح عليه، جدران البيت تشهد بكاي حنيتي، صوت قلبي المكسور. مرت الأيام وأبوي وداني عند عمتي بوبا، جلست عندهم 4 سنين، وكان عندها ولد اسمه ياسين، طيب، متعلم، محترم، عرف حكايتي كلها، كان يحاول يضحكني، يسليني، يبعدني عن ذكرياتي. وظيفته زينة، راتبه طيب، هو اللي كمل دراستي، خلاني أوقف على رجولي من جديد. كنت مرتاحة عنده، أكلم أبوي وأمي وأطمنهم وأقول لهم إني بخير. أختي راحت لزوجها اللي في دبي، عاشت معه بسلام ورجعت حياتها من جديد. مرت الأيام وياسين وعمتي يحاولون ينسوني الألم، لكن كيف أنسى اللي انكسر داخلي والجروح اللي للحين على جسدي. وفي يوم كنت أبكي، قرب مني ياسين وقال سمينة، إذا ما تزعلين بسألك سؤال. قلت له قل. قال لو جاك نصيب مرة تانية وطلبك أحد بالحلال تتزوجين؟ قالت سمينة أبدا، أنا أكره الزواج وأريد أن أنجح في حياتي وأقف على قدمي بنفسي. قالت لها أمها طيب يا سمينة، كلامك صحيح، بس إذا جاءك ولد طيب هل ستتزوجين؟ ردت سمينة أبدا، حتى وإن كان شاب طيب متعلم محترم، لكن الواقع اللي شفته خلاني أخاف من الزواج. كل تجاربي المرة خلت كلمة زواج ترعبني. قال ياسين ليش خايفة يا سمينة؟ أنا موجود معك، إذا تحبين هل تتزوجيني؟ ارتجفت سمينة كيف ياسين اللي يعرف كل شيء عني بعد كل اللي صار معي كيف يقدر يتزوجني؟ ياسين شاب طيب، أي بنت تحلم فيه، ووظيفته ممتازة، كيف يرضى يتزوج فتاة مثلي؟ قال ياسين سمينة خلينا نتحاور مع أمي وأنت قولي نعم، أعدك أنا أمحو كل جروحك بحبي، وأعدك أبدأ حياتك من جديد من يوم ما دخلت حياتي وأنا أحبك، وجهك البريء، أنتي بنت طيبة وأمي ما عندها مانع، أنا أقنعها. قلت له لا ياسين، ما يصير، لا أستطيع، أمي ما توافق أبدا. قال ياسين إذا وافقت أمي ما حد يعترض. ابتسمت، قلت أفكر وأخبرك. حتى الآن لم أنسى كل ما حصل معي، كل ذكرياتي مع طفلي، قلبي يتألم، أتمنى لمسه، أحتضنه، أعيش معه، لكن القدر لم يسمح لي حتى بالاقتراب منه. قال ياسين سمينة أفهم شعورك، لكنك ما رح تبقي وحيدة طول حياتك، كل شخص يحتاج أحد، ما تقدرين تعيشي وحدك. اقترب ياسين وقال أنا أحبك ومستعد أتبنى طفلك، قولي نعم، بتزوجك وأرجع لك طفلك وأعطيك إياه بين ذراعيك. انفجرت سمينة بالبكاء وانطلقت بين ذراعيه واحتضنت قلبه. رأتنا بوبا، توجه ياسين وراءها وبوبا دخلت غرفتها. جلسنا نحاول إقناعها. قالت بوبا أنا أحب سمينة وأريد تصبح ابنتي، بس كنت خايفة تغضب مني. دخل بابا وياسين الغرفة. قال بابا سمينة ابنتي، عرفت أنك تعرضت لأذى كتير، أريدك تتزوجين ياسين وتبدأين حياتك من جديد، انسي كل أحزانك
وكل ما مضى وابدأي حياة جديدة. احتضنت بوبا ووافقت على الزواج. استدعى بابا وأمها وأقاموا الزواج باحتفال كبير. جلسنا سمينة عروس في غرفتها. جاء ياسين احتضنها وغمرها بحبه. مرت الأيام وأصبحت سعيدة. بعد 4 أشهر جاء ياسين وقال: سمينة، لازم نسافر للوكناو. سمعت اسم المدينة، شعرت بالخوف. قال ياسين: تعالي، وعدت أرجع لك طفلك. لكن علمنا أن كل أهل زوجي تركوا المدينة وغادروا، مما جعلنا حزينتين، وخفت أن أفقد طفلي للأبد. قلت في نفسي: يمكن ما أقدر أشوف ولدي، يمكن هالشي مو مكتوب لي. خليت كل أموري على الله. إذا الله كتب برجع أشوف ولدي يوم من الأيام. هالأمل راح يبقى في قلبي لين آخر نفس. رجعنا لبيتنا وكان ياسين اللي يهديني ويقول: مسمينة، لا تحاتين، راح يجي اليوم اللي تشوفين فيه ولدك إن شاء الله. مرت الدنيا كثيرة ومرت 3 سنوات على زواجنا، ورزقنا الله ببنت جميلة سميتها عائشة. كنت سعيدة فيها والبيت كله فرحان، وياسين كان أسعد واحد. لكن فجأة عرفنا إن عائشة ما تشوف. انصدمت. قلت لياسين: مستحيل بنتي تشوف، ما يصير هالشي، لازم نوديها لأفضل دكتور، لازم نسوي أي شيء. قال ياسين: لا تحاتين، عندي صديق في الطب بسأله عن أفضل دكتور في العيون. اتصل صديقه وقال له: يا ياسين، إذا تبون دكتور ممتاز لازم تروحون مدينة ثانية، هناك دكتور معروف يعالج أصعب الحالات. قالت لياسين: ليش تفكر؟ خلي صديقك يعطينا العنوان، نمشي اليوم قبل بكرة. أخذ ياسين العنوان وتكلمت مع بوبا وكانت حزينة، لكنها قالت: روحوا عالجوا عائشة والفلوس علي، لا تفكرون في شيء. سافرنا بالقطار ووصلنا المدينة. الدكتور كشف على عائشة وقال: تحتاج شهر علاج وبعدها بتصير بخير إن شاء الله. المشكلة بسيطة، غشاء على العين، ننزله بعملية وبنتكم تتعافى بالكامل. كلامه ريح قلبي، وياسين ارتاح. بعد استأجرنا شقة قريبة من العيادة. الناس في الحي كانوا طيبين، ومرت 10 أيام من العلاج. وفي يوم طلعت من الشقة ولما شفت ذاك الرجل وقفت الدنيا. الرجل اللي أكرهه، الرجل اللي أخذ مني طفلي، الرجل اللي دمر حياتي. لكن قلبي نبض نبضة قوية وأحسست بأمل. يمكن ولدي قريب. مشيت وراه، كان يطلع للعمارة نفسها اللي ساكنين فيها، تبعته، وكان يطلع للدور الثاني. خبيت وجهي ولحقت فيه ووصلت له وقلت: لو سمحت. استغرب وقال: نعم، شتبي؟ قلت وأنا متظاهرة: أنا غريبة عن هالمدينة وأدور شقة للإيجار، بتساعدني؟ قال: لحظة، اجلسي أجيب أحد يساعدك. كان بيده الأغراض ونادى طفلا: راشد، تعالي يا ولدي، خذ هالأغراض لماما. جاء طفل صغير جميل بريء، ولما شفته ارتجف قلبي. شعرت أنه ولدي. كنت أبغى ألمسه، أحضنه، أصرخ باسمه، لكن حبست كل شيء في صدري. وقفت أتفرج عليه من بعيد والدم يطيح من قلبي مو من عيوني. أعطى الرجل الطفل الأغراض ودخل الشقة ما يعرف من أنا. رجعت أنا لشقتي وأنا أرتجف. جاء ياسين المساء ولما شفته بكيت وانرميت على صدره وقلت له كل شيء. قال: سمينة، ما نقدر ناخذ الولد مباشرة، لازم خطة. قلت: أنا أبي ولدي بأي طريقة، ما أقدر أعيش بدونه. قال: تركيني أتصرف، أنا أعرف الطريق وبسبب معارفه. رفع ياسين القضية للمحكمة، لكن القاضي قال: يا ياسين، مرت 8 سنوات والولد ما يعرف أمه، أكيد يختار يعيش مع الأب اللي رباه، والمحكمة تسأل الطفل وتترك له القرار. وأضاف القاضي: فكروا زين، إذا تبون أكمل القضية أنا جاهز، لكن النتيجة غالباً مو في صالح الأم. كلام القاضي وقع مثل السكين في قلبي. صح، ولدي ما يعرفني، يمكن يعتبر زوجة أبوه أمه، يمكن ما يجي معي لو خيروه. فيا ترى أسوي قضية ولا أترك ولدي عند أبوه؟ أصدقائي، الآن عليكم أن تقولوا لي: هل علي أن أقاضي؟ هل يجب أن أذهب إلى المحكمة لأستعيد طفلي؟ أم أتركه عند والده؟ اكتبوا آراءكم في صندوق التعليقات وأخبروني برأيكم بالقصة. وإذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الإعجاب والمشاركة، واشتركوا في قناتنا. نلتقي في الفيديو القادم، إلى ذلك الحين في أمان الله.